يا مساء الفل والهنا يا جدعان. ازيكم واخباركم ايه؟ الواحد ما كانش طالع ليه نفسي يتكلم يعني بسبب ان مفيش جديد وهلك على الفاضي بس هنتكلم ان شاء الله في الفيديو ده على اتحاد الكورة وازاي مش فارق معاه الاهلي او بيطلع لسانه للاهلي و... وهنتكلم برضو شوية على لعيب أو لاعبين، نكمل موضوع السلسلة بتاعت رأي اللعيبة ده من رأي المختلف شوية. بس الأول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أستأذنكم اقروا الفاتحة لوالدي ودعوا له بالرحمة ولجميع أمواتنا يا رب. طيب، هو ماشي اتحاد الكورة يعني دمه تقيل، عارف، تحس ان الموضوع بقى مش شايفها غير حريمي قوي، كد نسا، فاهمني؟ اللي هو حكم حصل عليه لغط ومشكلة وعايزين نسمع فار وقصة كده. بغض النظر القصة دي أنا موافق عليها ولا مش موافق عليها. الأول بس في حاجة يا جدعان نسيتها صحيح. في ناس قالوا لي أنت لابس تيشيرت الأهلي ده مضروب، وكده كده الواحد على الله حكايته يعني. بس البرتقاني اللي هنا ده التيشيرت بتاع التدريب اللي هما بينزلوا يسخنوا بيه بتاع. التاني بيبقى أبيض باين ولا مختلف شوية. جبته الواد محبني يعني. المهم ف فحكم حصل عليه لغط وهنعمل فار وقصة ومعرفش ايه. وبعدين الاهلي شاطر قوي في التصدير ده اعلاميا، يعني قادرين نقلب كل القنوات بتتكلم على الموضوع ده، مؤيدة الاهلي او زملكاوية او كل الناس بتتكلم على الموضوع ده، مع ان الزمالك بيلعب دلوقتي كونفدرالية، فاهم قصدي؟ ومحدش برضو بيتكلم على الكورة ومستوى الاهلي. المهم ف... فحاسس ان تقوم بقى جاي اتحاد الكورة مكرم الحكم ده. يعني هو حبك التكريم دلوقتي ولا هي يعني غلاسة، ولا هي يعني، فاهمني؟ انا اللي مضايقني حاجة تانية بقى. انا ما بقتش الاهلي بالقوة بتاعت الاهلي نادي الدولة. الناس بقت مستبحاني، فاهم؟ اللي هو ايه، عادي انا ممكن اطلع اعمل كده. قسما بالله العظيم الواحد عمره ما شاف الاهلي في المرحلة دي او في الضعف ده او مفيش سيطرة من اول الاتحاد الافريقي. ما عندكش صوت في الاتحاد الافريقي. اتحاد الكرة مش عارف تمشيه ومش عارف. انا طول عمري بعمل اللي انا عايزه وانا بقي مقفول. انا دلوقتي عمال اخش في مليون لقطة بقى انا اسف في اللفظ بهوهو، بس بخش عمال ازعق والصوت العالي. والناس بقى كمان ما بقوش يحترموه. يعني يتحلق لك في ال في ال في موضوع الانسحاب، يتحلق لك في الحكم ده. طب انا ده انا هكيد فيك بقى كمان. فالاهلي بقى مش مسيطر، حاسس ان مفيش سيطرة، وحاسس ان مفيش سيطرة دي بسبب كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة. يعني الواحد مش هيخبي، حاسس ان مفيش سيطرة لان الناس طالعين بيتكلموا في هلك مهلاك، ولما بتوصل للنهاية خالص بتلاقي ان مفيش حق بنسبة 100%، وتوجه الميديا وتوجه الاعلام كله عمال يتكلم في اللقطة دي. وفي الاخر بتلاقي الموضوع كولونيا. بدل ما اطلع اتكلم على فريقي والاداره الفنيه وهعمل ايه وهمشي ترب وهجيب واحد وكذا وكذا والسنه الجايه هعمل ايه، وكابتن سيد اللي بقى مسؤول عن الكوره، واستاذ ياسين منصور، ابتدي اسمع وابتدي اشوف قراراته وابتدي اشوف ادارته للمؤسسه، مش فلوسه بس. مش شايف ده. شايف برضو ان احنا بنعترض على التحكيم وقلبينها قصة وخناقة وليلة وشايف بقى كمان اتحاد الكرة بيخالتي اللتاتة. يعني انا هرد عليك وبقى جو كده، يعني مش فاهمه، ودمه تقيل ودمه قذر جدا. يعني احنا بنلعب كورة يا جدعان في الاول وفي الاخر. فالاهلي بقى مستباح. واتمنى ان كابتن محمود ياخد خطوتين 3 ورا زي ما وعد، ويبقى في إدارة للأهلي تركز على المكسب. لازم نكسب. احنا لو كسبنا الكلام ده كله هيبقى كولونيا، ناخد بقى حقنا بعد كده قدام. بس الكلام ده كله هيبقى كولونيا. احنا بس عمالين ايه،
بنخبط عشان ما نجيبش الاتجاه في الحته دي، يعني لو الناس ما تركزش في الحته دي. احنا لو كسبنا اللي جاي يا باشا، كسبنا بيراميدز وكسبنا الزمالك، ولو في واحد ذكر فعلا يوم جايب حكام اجانب الكام ماتش الجايين فيقفلها على اتحاد الكوره ما يغلسوش عليك، خلصنا. خلصنا من الليله دي بقى كلها، ونشوف الموسم الجاي هنعمل ايه. هاني بقى ابو ريده مع ايا كان سيدنا، هنشوف بقى الليله هتعمل ايه. فاتمنى ان يبقى في توجيه شويه الناحيه دي، اتمنى ان اللعيبه تبقى حاسه بالموضوع ده، ومع اني يعني مستبعده جدا، لان هم مفككين وشايفين ان الاداره مركزه في الحته دي، مش مركزه كل مجهودها على المكسب والنقط. وهنعمل ايه؟ بقول لك ده واخدين اجازه 3 ايام، فاهم قصدي؟ فبس اتمنى تحصل معجزه، من لو عندي كابتن كان لمهم وخلص الترip ده. مهم يعني. فشايف ان يا رب اللعيبه تركز في الموضوع ده، يا رب يحصل طفره كده، وان شاء الله نكسب ونخرس كل الكلام ده كله. طيب نرجع لعيب ولا لاعبين احنا طولنا اوريدي عليكم وعايز اتكلم معاكم عليهم. يعني اشرف بن شرقي مثلا، اشرف بن شرقي ده يا جدعان خطير. الواد خطير، بس الواد مش عارف، يعني تحس ان هو انا هجيب النضاره الجوتشي وهجيب الكذا وكذا، بس هنزل الملعب هموت نفسي وهتدرب بس صباح انا حاسس ان العيال بتوع الاهلي، فريق الاهلي، كباتن الاهلي، ما عندهاش دوافع. ما فيش حد عارف يخلق جوه الفريق دافع يخلي الفريق يتلم عليه، ودافع تاني لكل واحد individually او كل واحد لوحده دافع ليه لقدام. يعني يا امام انت عايز تمشي، اعمل ال5 ماتشات الجايين جامدين واحنا وكذا عشان تبان وتطلع. هيجي يقول له كده كابتن سيد مثلا، يقول له كده يا اشرف لو عملت كذا هتطلع، يا تريزيجيه لو بسيط. هي دي الدوافع. غير يا جماعه يلا الدوري وهنعمل وهو ده التوجه وسيبكم من اي حاجه ومعسكر مغلق. مفيش دافع عند لعيبه الاهلي. فاللي بتشوفه ايه؟ بتشوفه حنكوش هنا، واحد يرفع واحد معرفش ايه مين يعمل. فدي لقطة. في لقطة تانية، اللعيب اللي جبناه من بلد من بورسعيد، احمد عيد. يعني الواد ده اولا زملكاوي، وجايبين ورجعت العلاقات يا كابتن محمود مع النادي ده، ويعني تقيل على قلب كل اهلاوي. كفايه بقى جبنا نص فريق الزمالك، يعني فاهم قصدي؟ والواد ولا جامد ولا نيله، هو طلع مره دولي. ولاقيه بقى كمان معرفش بقى اللقطه صح ولا غلط، لما الجمهور بيتكلم، الجمهور على راسنا طبعا، بس التوتي اللي بيحضروا في الاستاد. والحمد لله ان انا افتكرت، رجع الرابطه وافتح التتش للجماهير، رجع الترس اهلاوي وافتح التتش للجماهير. لما بيتكلموا على كابتن صالح وقالها زمان، والواد بيشرب بق الشاي كده، اكيد شفتوا البتاع ده، بيشرب بق الشاي وبيضحك سنه كده. فانا لعيب زي يعني، فاهم قصدي؟ ف مش عارف. يا رب الناس تركز في ال5 ماتشات الجايين، يا رب نكسب بطريقة ما، يا رب ما نخسرش، ويا رب ما نخسرش سكور، وان شاء الله نجيب حنكوش ولا 2، ياسين مرعي يا ربنا يكرمه، ولا ياسر ولا حاجة. وبلاش بلانسات يا كابتن محمد شريف. ربنا معانا يا جدعان لما نشوف.